السلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين؟ أبغى أتكلم معاكم اليوم عن عسل المونكا النيوزيلندي، وأعطيكم معلومات عنه إن شاء الله بتفيدكم. من أشهر الأشياء اللي هنا موجودة في نيوزيلندا ونيوزيلندا تصدرها بالأطنان عسل المونكا. المونكا هذه شجرة هنا مشهورة طبية. طبعا الشركات اللي تختص بالعسل هنا كثيرة جدا جدا كثيرة، يعني شوف أنواع مختلفة من الشركات. بقول لك الآن في 3 منظمات مختصة بالعسل، كل منظمة لها تقييم معين. شوفها عندك 3 يوم اف وان بي اي واللي جنبها. العسل عندك دائما يجيك تحصله +5 زائد 5 او +10، واحيانا يجيك +15 يعني زائد 15 او زائد 20 واحيانا زائد 25. طبعا زايد 5 أو زايد 10 هذا للناس الطبيعيين اللي ما عنده مشاكل ببطنه، يعني ما عنده مشاكل بكتيرية مع بطنه. إذا كان عندك غازات ينصحونك إنك تاخذ بزايد 15. إذا عندك مشاكل غازات، عندك مشاكل كبيرة في المعدة، خذ زايد 20 زايد 25. نرجع للمنظمات، المنظمات تختلف، بعضهم يكتب زايد 5 زايد 5 وبعضهم يكتب 85 ام جي، يعني 85 ام جي تساوي زايد 5، 265 ام جي تساوي +10. في مزارع غير الشركات تبيعها، يعني ممكن توجه المزارع تشتري من النحالين بانفسهم ويكون ارخص شويه، لكن انا انصح الشركه. شوف هذه من افضل الشركات اللي هنا موجوده، يوم اف المنظمه اللي تحت عليها علامه الشجره مكتوب بروجكت اوف نيوزيلاند، يعني صنع في نيوزيلندا. هذا اهم شيء انه منتج معتمد. هذه برضه من الشركات المشهوره هنا. شوف كاتب لك ام جي 265 يعني معناها زايد 10. فهمتوا الفكره؟ العسل المنكا في هل هو موجود لحاله؟ لا، في انواع كثيره من العسل، لكن انت اهم شيء انك تبحث عن المنكا لانه هو العسل الطبي. يستخرجون من العسل جميع الاشياء: لقاح، حبوب، كريم، بخاخ، معجون اسنان، كيك. شوف هذه كلها منتجات من عسل المنكا. عندك كريم، صابون. شوف هنا مثلا معجون اسنان زي ما قلت لك، حلا، بسكوت. اغلب المحلات يحطوا لك يقول لك تبي تجرب جرب مجانا. طب هذا الشوكولاته اللي قلت لك عليها، البسكوت، شمع. هذه من الشركات المعتمده، وعندها عسل خالص وعندها عسل مخلوط بليمون، زنجبيل. يختلف، عندك 250 جرام ربع كيلو، وعندك 500 جرام نص، وفي احجام ثانيه كيلو. وهنا عندك الكوكيز، طعمه جدا جدا ممتاز. وهنا جربنا الكوكيز، طعمه جدا جميل. حاب اقول لك حاجه مهمه جدا: لا تشتري العسل من محلات الهدايا، ترى غالي جدا جدا. اشتريه من السوبر ماركت. افضل سوبر ماركت تشتري منه عسل رخيص اللي هو البيكن سيف او نيوورد كونداون، بس البيكن سيف ارخصهم. او المزارع توجه، في ناس برضو يتوجهون لنفس المصانع، يعني نفس المصنع تتوجه له تشتري منه ارخص، خاصه اذا اخذت درزن 12 حبه. على ما سمعت انه مصلحة الجمارك عندنا تحذر اذا انك تاخذ كمية كبيرة، يعني اذا اخذت كرتون في 12 حبة ممكن يدخل، اكثر من كذا ممكن تصير مشكلة. هذا الربع كيلو العلبة الصغيرة تحصلها هنا 120 و 150 ريال، تنباع في السعودية 300 400 ريال. طيب يا محمد، الله يعطيك العافية، انا محتاج عسل نيوزيلندي وابغى اشتريه وانا ماني موجود في نيوزيلندا، ايش الحل؟ اقول العسل متوفر يا شباب، ترى في النت، بامكانك تشتريه من النت. يوصلك السعودية بعد اسبوعين ب 120 ريال و140 ريال. اخر شيء حاب اضيف لك: اذا بتشتري عسل لا تشتري لوحده، يعني بيور صافي زي هذا، حاول يكون مع زايد 5 او شيء. الرضيع اللي عمره اقل من سنة ما يعطى من هذا العسل ابدا، هذا بالنسبة للتحذير الموجود في نفس العلبة. وبعضهم يذكر انه اذا كان اليه زايد 10 اعطيه الاطفال، بعد زايد 10 يكون قوي عليهم شوية، قوي على معدتهم يعني. الشباب الله يعطيك العافية، اللي يراسلني على السناب اعتذر اشد اعتذار، احيانا افتح الرسالة ما احفظها فما ادري ايش السؤال، يا ريتك تراسلني. معلومة مهمة جدا حاب اضيفها لك ولا تنساها ابدا: اذا اشتريت عسل من نيوزيلندا اشحنه مع العفش، مع الشنطة الكبيرة، يعني لا تاخذ العسل معاك في الشنطة الصغيرة اللي تاخذها على ظهرك وفي يدك على الطيارة، ترى حيصادرون على قبل لا تطلع، لانه ليكويد وما معاك الا 100 ملي.
فهذه نصيحة لك، أي سوائل معاك وخصوصا العسل حطه في شنطة كبيرة، لا تاخذه معك في الشنطة الصغيرة اللي بيدك في الطيارة، ترى ما حيدخلوه، حيسيطرون عليك. زايد 10 يا شباب أو زايد 15 المقصود فيه عسل مركز، يعني تركيزه أقوى، يعني عسل أقوى شوي مو صافي مرة. أنا سألت كثير عنه وش معنى زايد 10، يقصدون زايد 10 التركيز، يعني العسل لما يكون معاه شمع مركز وثقيل يكون يعني تركيزه أعلى، هذا اللي فهمته منه. الصورة اللي نزلتها لكم موجودة في النت، ما أعرف حقيقة مصدرها، المعلومات اللي عندي قلتها لكم، وقدامكم العافية.